مسلسل وينزداي ادمز هو مسلسل رعب كوميدي من سلسلة ادمز فاميلي اللي بدأت تتعمل سنة 1964، وكانت مسلسل بيتعرض على التلفزيون. المدهش بقى في الموضوع ان شكل الشخصيات من ملامح وهيئة وشخصية ما بيختلفش نهائي، لدرجة انك بتشك في نفسك ازاي الشخصية دي وصلت لهنا من غير ما تكبر. المسلسل المرة دي بيحكي عن وينزداي اللي نشأت واتولدت في عيلة غريبة الاطوار لأم وأب خريجين مدرسة نيفرمور. المدرسة دي كانت بتجمع مجموعة من المنبوذين ومن أصناف الأموات والمستذئبين والحريات ومصاصين الدماء والوحوش، واللي جسدت شخصية وينزداي هي الموهوبة جينا أورتيجا. جينا أورتيجا دي مواليد 2002، يعني عندها حوالي 20 سنة. لك أن تتخيل إن الأداء العظيم ده طالع من واحدة لسه في أول طريقها الفني. تخيل إن بعد كده جينا أورتيجا ممكن لو اشتغلت على نفسها أكتر توصل لإيه؟ موهوبة بجد. نظراتها في أول 3 حلقات كانت مرعبة، قدرت تتحكم في رياكشنات وشها بالطريقه دي لمده 6 حلقات. 6 حلقات يا مؤمن ما بتبتسمش ابتسامه واحده. كمان شاركها في التمثيل ايما مايرز، وقامت بدور شريكتها في السكن، وجسدت دور صديقتها على اكمل وجه. وبيرسي هاينز وايت اللي قدر يخلينا نشك فيه، وكمان كنا متعاطفين معاه طول المسلسل في نفس الوقت. هانتر دوهان، وده اللي صدمنا كلنا بأدائه الرائع وتمثيله الجميل جدا. أما عن المفاجأة بالنسبة لي أنا شخصيا هي المعلمة مارلين اللي قامت بدورها الممثلة كريستينا ريتشي، واللي بالمناسبة هي اللي جسدت شخصية وينزداي آدمز فاميلي سنة 1991. ده بيثبت شطارة المخرج في اختيار وتسكين الأدوار، وهو تيم بروتون، أو كما يقال عنه سيد الفانتازيا. هو كاتب ومخرج ومنتج سينمائي، أفلامه دايما بتتميز بالسوداوية اللي بسبب أسلوبه الغريب ده تم تكوين مدرسة بيقلدها الناس سواء في الرسم أو في الشعر. المسلسل مفهوش غلطة بالمعنى الحرفي للكلمة، مفهوش غلطة ولو صغيرة. مسلسل جميل جدا، وهتحس ان انت مستمتع وانت بتتفرج، مش عايز الحلقة تخلص من كتر ما انت حابب تتفرج على الأداء والتمثيل والتصوير والمونتاج بتاع المسلسل. من أول المشاهد وتفاصيل الصورة الكاملة والموسيقى التصويرية اللي بتدخلك في مود الغموض والترقب والحيرة في نفس الوقت، واللي برضه المخرج اعتمد على ذكائه فيها واختار في أول حلقات موسيقى لأغاني ترندي. أغاني ترندي معروفة ومنتشرة جدا الفترة دي، وده برضه اللي ربط الناس أكتر بالمسلسل. And then the flesh peels off my bones. There's just something wrong about this place. Secret societies, hidden lives. أما الحبكة الدرامية للمسلسل كانت رائعة جدا، وتسلسل الأحداث ماشي برتم منتظم، يعني ولا ممل عاوز تجري ولا سريع لدرجة إنك ما تلحقش تفهم المشاهد. بالعكس، المشاهد كلها متكاملة، الأحداث مترابطة، والتفاصيل ممتعة جدا. فعلا هتلاقي نفسك حلقة بتقفل على مشهد هيخليك تجري تفتح الحلقة اللي بعدها لحد ما المسلسل يخلص معاك. 8 حلقات إثارة وتشويق وتوتر وشد أعصاب مع كوميديا خفيفة، ميكس غريب كده مضروب في الخلاط بس ممتع. مفيش حاجة مش في مكانها، لدرجة إن الحركة اللي بتحصل مرتبطة بحركة تانية. حتى كمان السيناريو والحوار بتاع المسلسل مفيش حرف اتقال إلا وليه لازمة، كنتش بتحس بأي حشو في السيناريو والحوار، كان كل حاجة مرتبة ومنظمة جدا. وده هتكتشفه لما توصل لآخر ربع ساعة في الحلقة الأخيرة، كانت عبارة عن 52 دقيقة كلها مفاجآت وصدمات. أما عن التصوير فهو كان رائع جدا، خصوصا المشاهد الوايد الواسعة، العدسة الكبيرة اللي كانت بتبين تفاصيل المشهد كله. كمان الموسيقى التصويرية زي ما قلنا هي مدخلاك في المود، عايشاك جو الغموض والرعب. المونتاج كان سلس وبسيط جدا، مش متعب للعين، في متعة حلوة وانا بتفرج على المسلسل. كان في هارموني رهيب بين التمثيل والاخراج والاداء والتصوير، كان كل حاجة محطوطة في مكانها صح. وفي اخر المراجعة بتاعتنا انا بنصح بمشاهدة المسلسل جدا جدا، لان هو مشاهدة عائلية وما فيهوش اي مشاهد خارجة. وبكده اكون خلصت مراجعة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك المراجعة اللي جاية. اشوفكم بخير.